طيب اول حاجه في المستشفى احنا بنبدا بيها ان احنا عايزين نعرف الاول المنتجات ايه اللي موجوده في المستشفى. يعني انا عايز اعرف ايه المنتجات البرنترال الموجوده في المستشفى، عشان المنتجات دي هي اللي انا هستخدمها وهبدا يعني اوظفها ان انا اشتغل في المستشفى مع الحالات العملي اللي انا هشتغل بيها. تمام. طيب احنا عارفين ان عناصر التغذيه بتتقسم لماكرو نوترينتس ومايكرو نوترينتس. احنا هنركز النهارده على الماكرو نوترينتس. يعني عايز اعرف ايه المنتجات اللي موجوده في المستشفى كماكرو نوترينتس، عناصر التغذيه الكبيره اللي انا ممكن استخدمها في المستشفى، وايه انواع المحاليل اللي موجوده عندي في المستشفى. تمام. طيب خلينا نبدا كده. اول حاجه اول حاجه عندي انا هتكلم عليها اللي هي الكربوهيدرات. ليه؟ لان دي اهم عنصر من عناصر الطاقه. دي اكتر حاجه بتديني انرجي، اكتر حاجه الجسم يعتمد عليها في الحرق. زائد ان هي ليها يعني تطبيقات تانية كتير او شغل تاني احنا هنتكلم عنه برضو في الفلويدز شويه. وده اهم حاجه احنا هنتكلم عنها، واكتر حاجه فعليا مستخدمه في المستشفيات اللي هي الكربوهيدرات. احنا عايزين نقول انا دلوقتي عايز ادي محلول كربوهيدرات. المحلول الكربوهيدرات اللي انا بديه عباره عن جلوكوز، يعني انا بديه في الدم على طول، فانا مش محتاج اديه في شكل كومبلكس، انا بديه في موست سيمبل فورم. انا بدي ابسط شكل ممكن من اشكال الكربوهيدرات اللي هو الجلوكوز اللي هو سكر الدم. تمام. طيب سكر الدم ده انا ممكن اديه بتركيزات. يعني ايه التركيزات؟ انا ببدا اعمل محلول. المحلول ده انا هحط فيه قد ايه سكر وقد ايه ميه. تمام. ايه دي فكره من التركيزات. طيب التركيزات ايه اللي موجوده في السوق؟ عندنا تركيز 5%، وتركيز 10%، وتركيز 25%. دول اكتر حاجات موجوده في مصر. طيب بره مصر في معاك 50% وفي 70%. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه التركيز اصلا؟ يعني ايه تركيز 5%؟ 5% يعني انا عندي كل 100 ملي محلول بيبقى فيه 5 آه 5 جرام جلوكوز. يعني كل 100 ملي، يعني 100 ملي ده انا عايز اتخيلها اكتر. يعني احنا بنقول مثلا كوبايه بتاعه الشاي تقريبا 200 250 ملي. احنا بنقول تقريبا كل نص كوبايه فيها 5 جرام جلوكوز. 5 جرام انا برضو عشان افهم يعني جلوكوز قد ايه سكر دي، احنا بنقول ال 5 جرام دول يعني تقريبا معلقه صغيره. يعني انا بقول كل تقريبا معلقه صغيره سكر. كل 100 ملي نص كوبايه فيها معلقه صغيره سكر. يعني ده بالظبط هو ده ايه اللي هو 5%. يعني نص كوبايه ميه عليها 5 جرام سكر. حلو كده. طيب فبالتالي ازاز المحلول اللي موجوده مينلي في السوق بتبقى حوالي 500 مللي، يعني نص لتر. طيب يعني انا عندي ال 5 جرام موجودين في ال 100 مللي، يبقى عندي 25 جرام موجودين في 500 مللي. يعني ضربت في خمسه، مجرد بس ايه عايز اعرف ال 100 مللي فيهم قد ايه فال 500 فيهم قد ايه. يعني انا ازازه المحلول الكبيره دي فيها 25 جرام، اللي هي نص لتر دي فيها 25 جرام جلوكوز. طيب احنا عارفين ان الواحد جرام جلوكوز بيبقى فيه 4 سعر حراري. يعني الواحد جرام سكر يديني 4 كالوريز. تمام. طيب يعني انا عندي ال 25 جرام، ال 25 جرام اللي هو الموجودين في ازازه ال 500 مللي فيهم حوالي 100 سعر حراري. يعني 25 4 الجرام بيديني 4، يبقى ال 25 هيدوني كام؟ يبقى انا عندي ال 25 جرام دول فيهم حوالي 100 سعر حراري. يعني انا هدي فوليوم قد ايه؟ نص لتر. الفوليوم ده فيه 100 سعر حراري فقط. طب 100 سعر حراري ده يعني ايه؟ يعني انا بقول لك تقريبا زي نص رغيف عيش. يعني ال 100 كالوري دي حوالي 100 نص رغيف عيش او اقل من نص رغيف عيش، بس موجودين في فوليوم حجم سوائل كتيره جدا. فاللي هو ايه نص لتر، نص لتر كانك انت واحد نص لتر نص لتر كده وايه ازازه المايه الصغيره دي تقريبا. يعني احنا بنتكلم اللي هي الازازه دي نص لتر دي حاجه شبهها دي، يعني قد دي تقريبا. وفي 5 معالق سكر. الازازه دي 5 معالق سكر. فهو احنا بنقول ده بالنسبه للكالوريز، بالنسبه لحسبه الكالوريز. انا مثلا كاحمد مثلا احتياجي اليومي من الكالوريز بيبقى في
حدود مثلا سي 2000 2000 ونص كالوري. فانا لو انا شخص احتياجه 2000 2000 ونص كالوري، وانا مديله نص لتر بس في 100 كالوري، يعني انا لو انا قلت ان الكربوهيدرات تقريبا بتبقى نص احتياجات الجسم، 50% من التوتال كالوريز، يعني انا ال 50% يعني هتديني حوالي 1000 كالوري. لو انا احتياجاتي 2000، يبقى لو انا هاخد نص احتياجاتي من الجلوكوز او من الكربوهيدرات، يبقى انا محتاج 1000 سعر حراري من الجلوكوز. طيب 1000 جرعه سعر حراري قلنا 4، يعني 1 جرام جلوكوز بيديني 4 سعر حراري. يبقى عايز اعرف ال 1000 دول اخد كام جرام. اقوم قاسم ال 1000 على 4، ال 1000 على 4 هتديني كام؟ 250 جرام. عندي مثلا جسمي في حدود 250 جرام جلوكوز. طيب انا عندي الازازه دي، زي ما احنا قلنا الازازه دي فيها 25 جرام، يبقى انا محتاج كام ازازه؟ لو انا محتاج 250 جرام، يبقى انا محتاج من دي 10 ازايز. يعني كام لتر؟ 5 لتر. حد فاهم حاجه ولا الدنيا فاصله مننا؟ تعال نقول تاني. انا بقول ان انا عندي المحلول ده 5%. 5% يعني ايه؟ يعني كل 100 مللي، كل 100 مللي هنا فيهم خمسه، كل 100 مللي فيهم خمسه. انا عندي من 100 مللي دول كام في الازازه دي؟ خمس مرات. 5 100 مللي لان الازازه دي 500، فانا كده عندي الازازه كلها فيها 25 جرام. حلو كده. طيب ال 25 جرام دول انا محتاج كام ازازه بقى عشان اخد احتياجي؟ من لو انا خدت كل احتياجي من الازايز الصغيره دي، محتاج حوالي 10 ازاز. احنا قلنا لو انا احتياجي نص الكالوريز بتاعتي، لو انا افترضت ان الكالوريز بتاعتي 2000، 1000. طب ال 1000 دول، لو انا قلت ال 1000 دول الواحد جرام يديني 4 سعر حراري، يبقى كام جرام 1000 حراري؟ قلنا حوالي 250 جرام، عن طريق ان احنا قسمنا ال 1000 على 4 ادتنا 250 جرام. طب ال 250 جرام اللي انا قلت عليهم كام ازازه؟ في حدود 25 جرام، يبقى ال 250 جرام حوالي 10 ازايز. يعني انا عشان اخد احتياجي كله من الجلوكوز من الازايز اللي تركيزها 5%، محتاج اخد 10 ازايز. الكلام ده انا من السوائل خد لك 8 كوبايات ميه. 8 كوبايات يعني احنا بنتكلم في 2 لتر، ساعات من 2 ل 3 لتر. ده المتوسط بتاع الاحتياج اليومي للشخص الطبيعي من الفلويدز. انا خدت 5 لتر بس من الكارب، ولسه في فات وبروتين وفيتامينات ومعادن والكترولايتس وحوار وعيشه، فبالتالي ده مش منطقي خالص. فعايزين نقول بقى ايه؟ يعني احنا بنقول الكلام ده كله ليه؟ عايز اقول لك ان الخمسه لا يستخدم للاستخدامات التغذيه. امال بيستخدم ليه؟ ليه بنسميها فلويد ريسوسيتيشن. يعني واحد عنده هبوط عايز ياخد محلول، واحد عنده جفاف عايز يعلق محلول، واحد معاه دواء عايز يحل الدواء بضغط حيوي بيتاخد في الوريد، عايز يحله على ازازه محلول عشان تدخل له في الوريد. ده ممكن نستخدم فيه ال 5%. لكن غير يستخدم للاستخدامات العاديه بتاعه التغذيه. يعني انا مش بعتبره تغذيه، انا بعتبره ايه؟ انا برش ميه على العيان، بديله كوبايه ميه كده يشربها بس وهو واقف. لكن انا مش بعتبره تغذيه. ليه؟ لان احنا حسبنا ان احنا محتاجين من الازازه الواحده، لو محتاجين حوالي 10 ازايز من الازازه ال 5% عشان ادي للشخص ده احتياجه. تمام. طيب ده اول تركيز اللي هو تركيز ال 5%. تمام. طيب تركيز ال 5% يبقى احنا قلنا ده لا يستخدم في استخدامات التغذيه، لكن هو موجود بس عشان ازود فلويدز او ادي للعيان ريسستيشن. اللي هو انا ليه حاجه. طيب تاني منتج عندي اللي هو الجلوكوز 10%. الجلوكوز 10% ده بدا يعلى شويه، بدا تركيز السكر فيه يعلى شويه، فده ممكن يستخدم لاستخدامات التغذيه العاديه. يعني ده يستخدم، بس بيستخدم حاجه اسمها بريفرال. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي ادي النيوتريشن بتاعتي، ممكن اديها في الوريد. انا كده كده بديها في الوريد. طيب الوريد عندي نوعين من انواع الوريد. نوع اسمه
طرفي بريفرال، ونوع اسمه سنترال مركزي. مركزي ده يعني ايه مركزي؟ شرط عشان مركزي يكون داخل في حاجه اسمها السوبيريور فينا كافا. انا عندي القلب بيجمع اتنين وريد كبار قوي في القلب، بيجمعوا من كل الجسم. سوبيريور فينا كافا، الفينا كافا اللي هو الفين الرئيسي الكبير اللي فوق، وحاجه اسمها انفيريور فينا كافا، الوريد الرئيسي اللي تحت. انفيريور يعني اللي تحت، سوبيريور يعني اللي فوق. فانا عندي اتنين وريد اساسي اللي بيجمعوا لي الدم ويصبوه في القلب، عشان القلب ياخد الدم وبعدين ايه يروح يوديه على الرئه، يحصل عمليه مش عارف ايه الكلام اللي خدناه في الاحياء ولا في الكليه ولا في ايا كان بقى اللي احنا درسنا فيه. فاحنا عندنا عشان اقول ان المحلول ده سنترال، يبقى لازم الكانيولا ده، الكانيولا اللي انا مركبها للعيان عشان اعمل فيها ان انا بديله فيها الفورمولا، تكون داخله جوه السوبيريور فينا كوفا. يعني بتصب فين؟ ما بتصبش بره، بتصب جوه السوبيريور فينا كوفا نفسه. تمام. ليه؟ عشان اقول ان هي سنترال. طب يعني ايه سنترال؟ يعني تخفيف المحلول اللي انا بديه عالي جدا، فبالتالي ما عنديش خطوره ان المحلول اللي انا بديه ده يعمل مشكله صحيه للجسم. طب ايه المشكله الصحيه؟ لو انا اديت محلول تركيزه عالي قوي في وريد عادي، يعني في وريد عادي كده، لو حد يعرف حد، ربنا يعافينا، عنده سرطان، او واحد مثلا بياخد مثلا محاليل فترات طويله، او الناس اللي عندها مشاكل صحيه بتاخد محاليل ورديه بشكل مستمر، بيحصل حاجه ان الاورده والايده تلاقي بدات تزرق وتورم وتتعب. ده بيسموه ثرومبو فليبايتس. يعني ايه ثرومبو فليبايتس؟ ثرومبو جايه من ثرومبس. كلمه ثرومبس يعني ايه؟ يعني جلطه. فيلب باللاتيني يعني وريد، ايتس يعني التهاب. يعني التهاب ايتس في الفيلب اللي هو الوريد يؤدي الى حدوث جلطات. التهابات ورديه تؤدي الى حدوث جلطات. ده لو انا عملت ايه؟ لو انا اديت محلول تركيزه عالي قوي في وريد بنسميه طرفي، اللي هو الوريد العادي اللي بيتركب فيه الكانال العاديه. فعشان كده معظم ادويه الكيموثيرابي لازم يركبوا له حاجه اسمها سنترال لاين. يعني ايه سنترال لاين؟ يعني داخل جوه السوبيريور فينا كوف. حلو كده. فبالتالي انا عندي محلول اهو، لو المحلول ده تركيز المواد جوه المحلول عاليه قوي، او هو ماده نفسها بتحرق. يعني في بعض ادويه الكيموثيرابي هو تركيز المواد مش عاليه، بس الدواء نفسه بياكل الوريد، بيحرق الوريد. فبالتالي انا محتاج اصبه، بدل ما انا بصب في وريد صغير، اصب في ايه؟ في وريد كبير. ليه؟ عشان يتخفف بسرعه ما احسش بيه، فما يعملش التهابات في الوريد. حلو كده. ما يعملش حاجه اسمها ثرومبو، الجلطه، فيلب، وريد، ايتس، التهابات. التهابات في الوريد قد تؤدي الى حدوث جلطه. ده بيحصل امتى؟ لو انا اديت محلول تركيز عالي او ماده نفسها بتحرق في وريد رفيع، زي اورده الوريد العاديه، اورده الايد العاديه، سوري. تمام. فاورده الايد العاديه ما ينفعش تستخدم لبعض انواع المحاليل او بعض انواع الادويه. ليه؟ لان الادويه دي حارقه او المحاليل تركيزاتها عاليه. فبالتالي انا بقول المقدمه دي كلها ليه؟ عشان نقول ان الجلوكوز 10% تركيزه مش عالي قوي، فممكن يتاخد بريفرال او ممكن يتاخد سنترال. الاثنين شغالين في ال 10%. ال 5% قلنا ده مش تبع التغذيه اصلا، ده بترش ميه على العيان، بتدي له بق ميه كده ايه يروش بس كده او ايه يفوق. لكن بدايه التغذيه بقى احنا بنتكلم في تغذيه، فبتتكلم في بدايه من ال 10%. ال 10% لا اما ممكن تاخد بريفرال او سنترال، ليه؟ تركيزه قليل. لو تاخد بريفرال مش هيقول حاجه، لو تاخد سنترال تمام. طيب ليه؟ ان تركيزه 10%، بس ده كده دبل تركيز ال 5%. يعني احنا قلنا الازازه دي، الازازه دي من ال 5% فيها 25، يعني ازازه المحلول اللي هي تركيزها 5% فيها 25 جرام جلوكوز لكل نص لتر. لكن ازازه المحلول اللي زي دي بقى هي النص لتر، بس فيهم 50 جرام. طب 50 جرام لو احنا ضربنا، احنا قلنا الواحد جرام جلوكوز بيديني 4 سعر حراري. الواحد جرام جلوكوز بيديني 4 سعر حراري. فكده ال 50 جرام هيدوني 200 سعر حراري. دكتوره رنيم خالتي، ازيك يا دكتور؟ صباح الخير. تمام. احنا يعتبر لسه بادئين في اول توبيك، يعني ما عملناش حاجه ما طيب ايه، واضح عندها مشكله في الصوت. طب فبالتالي احنا عندنا، يبقى احنا قلنا في ال 5% ده صغير، فعملوا ايه؟ لا اضرب التركيز في اتنين.
بقى 10%. فبدل ما هو 25 جرام بس سكر، لا بقى 50 جرام سكر. 50 جرام بقى ادينا 200 كالوريز. فاللي هو الدنيا اتحسنت شويه، بس برضو ستيل مش قوي، يعني برضو صغير. يعني انا بتكلم لو انا محتاج 200 جرام، 200 جرام يعني انا محتاج برضو كميه كبيره، محتاج كميه كبيره. تمام. انا محتاج 200 جرام يعني انا محتاج اربع ازايز برضو، يعني اربع ازايز يعني 2 لتر. فبالتالي هو ممكن يستخدم للناس اللي احتياجاتها اصلا قليله، او الناس اللي بتستخدم البريفرال. يعني واحد دخل المستشفى وهيقعد فتره قصيره، مش بيركبوا له سنترال لاين. لو قعد فتره صغيره بيدوا له حاجات بريفرال وخلاص وهيمشي، مش ركب له سنترال لاين فاديله 10%. لكن كتي بي ان بقى، وانا عايز اوصل كالوريز، لا بنتكلم في 25. او في بعض الحالات في السوق المصري بيبقى فيه شورتج. يعني شورتج يعني نقص. يعني احنا معظم الحاجات دي بتعتمد ان هي حاجات مستورده، فبالتالي يعني الماتيريالز نفسها مستورده. حتى شويه البلاستيك دول ممكن يكونوا مستوردين. يعني المنتجات دي مصريه، يعني اللي بيعملها شركات معظمها مصريه. بس في شركه اسمها اوتسوكا هي اللي بتعمل يعني من انظف الشركات اللي بتعمل الجلوكوز. لكن ممكن فيها مصريه برضو، يعني في شركات مصريه وفي شركه اسمها اوتسوكا. طيب. فساعات بيحصل مشكله في السوق ان الجلوكوز ال 25% ناقص، فانا هضطر استخدم ال 10%. هو مش حلو كده، بس لا خلاص مضطرين نستخدمه. هو مش حلو ليه؟ لان انا كل لما اقلل الفوليوم كده افضل لي. لكن مثلا 25% ما ينفعش يستخدم بريفرال. فليه؟ لان بدا تركيز المواد داخل المحلول تزيد قوي، لدرجه تبقى تخلي تركيز المواد عالي. فلو دخلته جوه الوريد بريفرال بيعمل التهابات في الاورده، بيعمل اوزمولاريتي عاليه، تركيز مواد عالي داخل، وداخل في مكان صغير اللي هو البريفرال فين، الفين الطرفي. فيبدا عايز يسعى الى تقليل التركيز، فيبدا يسحب ميه من الخلايا اللي حواليه عشان يقلل التركيز، فيعمل التهابات، يخلي الخلايا اللي حواليه كانها شرينك، تنشف. ليه؟ سحب الميه بتاعتها فالتهبت. تمام. فده ال 25% ما ينفعش يتاخد بريفرال، لان الاوزمولاريتي بتاعته، او اوزمولاريتي يعني ايه؟ تركيز المواد داخل المحلول، تركيز المواد في جزيئات سكر اعلى. تمام. فما ينفعش تاخد بريفرال، لازم تاخد سنترال. تمام. بس ده احسن حاجه من بدايه، احسن الحاجات بقى اللي بتستخدم في التغذيه. ليه؟ بس طبعا سنترال ليه؟ لان هو بيدي كالوريز بقى. لا انت ما بتتكلمش بقى في 25 جرام و50 جرام في الازازه، انت بتقول ان 125 جرام في الازازه. بدل ما انا كنت باخد من الخمسة في المية مثلا 10 ازايز، او ال 10% ياخد مثلا حوالي اربع ازايز، لا انا 25 ممكن اخد ازازتين بيوصلوا لي نفس 250 جرام، اللي هم حوالي 1000 كالوريز. تمام. يعني عشان اخد ليه ازازه واحده فيها 125، الازازه الواحده فيها 125 جرام كربوهيدرات، فممكن اخد ازازتين، ازازتين بلتر. فخلاص كده ده نص الكالوريز. يعني اللتر ده انا خدت فيه 50% من الكالوريز اللي انا محتاجها، اللي هي حوالي 2000. فانا كده تمام قوي. يعني انا مش محتاج ايه، مش محتاج اضغط على نفسي. لكن لما تتكلم في ال 10% ان انا اخد اربع ازايز، ده في ايتم واحد من ايتمز التغذيه. احنا بنتكلم في ماكرو نوترينتس ومايكرو نوترينتس. فالماكرو فيها كارب وفات وبروتين، والمايكرو فيتامينز ومينرالز وتريس اليمنت والكترولايتس وفلويدز. فان انا اخد ايتم واحد من السبعه في 2 لتر، امال الباقي هاخده في قد ايه؟ ما انت كده انت احتياجك اليومي اصلا من 2 3 لتر. يعني انت فاضل لك مثلا لتر تاخد فيه بقيه الحاجات كلها، فده قليل جدا، فبيزنقك. فبالتالي هتضطر ان انت ما تديش كل الاحتياجات، فهتلاقي نفسك بتقلل. تمام. فعشان كده حتى في البرنترال نيوتريشن الافضل ان احنا نستخدم السنترال لاين. ليه؟ انت بتدي فيه تركيزات اعلى، فبيخليك تنجز وتدي كالوريز كتير في ايه، في فوليوم قليل. لكن المشكله ان انت الحاجات لو البريفرال لازم تقلل التركيز، فبتخلي فوليوم كبير وكالوريز قليله. تمام. فده كده 25%. ال 50% لا، ده انت كده الازازه فيها 250 جرام. 50% مش موجود في كل حتت في مصر، موجود في اماكن قليله في مصر بس مش منتشر قوي. ال 70% مش موجود خالص، انا ما شفتوش. يعني انا كاحمد ما شفتوش. ممكن يكون الله اعلم، ممكن يكون في اماكن معينه او مستشفيات معينه خاصه او كده. لكن
الايه انا ما شفتوش. ال 25% شفته بعض المستشفيات، كنت بعمل تدريب لمستشفيات الجيش، لقيت عندهم 40% و50%. تمام. فده ايه اللي هو ايه ال 50% وال 70%. تمام. فكده احنا فهمنا التركيزات بتاعه المحلول. يبقى 5%، تعال نلخص كده تاني. بنتكلم ان ال 50% ده نوت فور ال 5%، سوري، نوت فور نيوتريشنال نيدز، اللي هو الكراتين بتاعته 50 جرام للتر. 50 جرام للتر، فيها 25، يبقى اللتر كامل فيها 50 جرام. الكالوريز ال 50 جرام للتر كام؟ 200 كالوريز. 50 في 4 ب 200. بس ده الايه للتر، اللتر كامل. تمام. طيب بيستخدم في ايه؟ للفلويد ريسستيشن، تعويض السوائل. لو انا عندي واحد عنده نزيف، او واحد عنده اسهال، او واحد عنده ترجيع جامد، فانا عايز اديله سوائل، او واحد عنده مشكله دخل العنايه المركزه او دخل الطوارئ بسرعه عشان نلحقه قبل ما يحصل له هبوط نتيجه ان هو فقد دم كتير، او هبط واحد وقع منك وخدته على الطوارئ، فممكن يعلوا له جلوكوز 5%. هو مش المفضل، في حاجات طبعا الرينجر والصوديوم ممكن نتكلم عنهم المره الجايه ان شاء الله، مفضلين اكتر، بس هو ممكن يستخدم. طيب الريت بتاعه محتاجين قد ايه بريت مش عالي عشان السكر بتاعنا برضو ما يعلاش، يعني ممكن ايه في خلال 10 ساعات نخلص اللتر. طيب المشكله بتاعته ان هو من الحاجات اللي بتتوزع بشكل شبه الميه، فبالتالي لو انا عندي واحد عنده فلويد اوفرلود، يعني واحد عنده استسقاء، او واحد عنده اسايتس، او واحد عنده ايديما، جسمه معبي ميه اصلا، ما ينفعش استخدم معاه جلوكوز 5%، لان هو يزود الميه اللي الجسم معبيها. تمام. لان هو بيتوزع توزيعه الميه، يعني هيدينا مش هيتوزع في الوريد بس، يعني اللي عنده هبوط ده انا عايز احط له ميه في الاورده عشان توصل للمخ وتوصل للقلب، فالدنيا تشتغل والدنيا تقوم. لكن انا لو اديت بقى جلوكوز 5%، هيحط لي شويه في الوريد، وشويه جوه الخليه، وشويه مش عارف في السوائل اللي ما بين الخلايا، وشويه في السوائل اللي ما بين الاعضاء، فبالتالي الميه هتضيع. مش هوصل، يعني اللتر ممكن يسيب لك بتاع 100 مللي بس في الوريد، فبالتالي مش ده احسن حاجه للايه، لان انا اعمل فلويد ريسستيشن. طيب الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ 278. طيب انا الاوزمولاريتي بتاعت الوريد البريفرال كام؟ من 600 ل 900، يعني اخرك 900 ملي ازمول دي الوحده بتاعت القياس الاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي تاني؟ يعني تركيز المواد داخل المحلول ما تعديش ال 900. تقيل قد ايه يعني؟ عارف كده، انا عايز اتخيل معاك الاوزمولاريتي دي، عايز افهمك الاوزمولاريتي دي بشكل ادق. لو انت جبت كوبايه ميه وقعدت تزود فيها معالق سكر، حلو، فانت بتحط معلقه 2 3 4 بيدوبوا، لو حطيت 7 ولا 8 هتلاقيهم بيرسبوا وبيعملوا حاجه كده، ايه، ماده شكل غريب كده، حاجه شبه العسل كده. طب ليه ده؟ لان بدات الاوزمولاريتي، تركيز المواد داخل الكوبايه، يزيد. فتخيل معايا السكر كده، انت لو حطيت سكر 5%، تركيز السكر بتاعه 5 جرام، كأن معلقه صغيره كل نص كوبايه، فالدنيا تمام. لكن لو حطيت بقى 10 معالق، لا، تركيز المواد زاد. دي فكره، يعني ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك. لو تركيز 50%، يعني يعني 10 معالق سكر في 100 مللي، 10 معالق في 100 مللي يعني نص كوبايه. عارف انت الناس اللي بتشرب الكوبايه العسل دي، اخواتنا الصعايده، لو حد شايف حد معانا في الصعايده ولا لا، يشربوا شاي تجيل، فاهم؟ سكر تجيل، صح؟ ليه بقى؟ اللي هو ده المزاج بتاعهم، يعمل لهم مزاج. فالناس دي بيبقى الشاي عسل، تقول اه ده الشاي عسل ليه؟ تقيل، فيه سكر كتير، فده اوزمولاريتي عالي، ده تركيز السكر فيه عالي. تخيل انت نص كوبايه وحاطط فيها ايه؟ 10 معالق سكر. تمام. انا بس بحاول اقرب لك الافكار عشان ذهنك يبقى حاضر معاك. حلو كده. طيب. طيب ان 10%، يعني الجلوكوز بقى ال 10%، ده ممكن بدأنا نستخدم النيوتريشنال نيدز عادي، تركيزه 100 جرام، هو 10%، يعني 10 لكل 100 مللي، 10% يعني 10 في ال 100 مللي. تمام. طيب ال 10 في ال 100 مللي يعني اللتر هيبقى 100، يبقى 100 في اللتر وال 10%. حلو كده. طيب بيدينا كام كالوريز اللتر؟ 400 كالوري، يعني الازازتين هتدينا 400 سعر حراري. فهو احنا زي ما احنا قلنا بدأنا ندي شويه اهو في الكالوريز. طيب
انديكيشن ممكن يستخدم للانديشنال نيدز عادي، لكن ما يستخدمش لا يستخدم للريستيشن، لان احنا مش محتاجين ندي سكر كتير في الريستيشن، 5% يقضي الواجب. احنا برضو بنستخدم بنفكر في الكوست، انا هدفع فلوس قد ايه عشان اوصل لغرضي، فلو 5% هوصلني خلاص مش محتاج استخدم ال 10%. طيب الانفيوجن ريت، معدل الانفيوجن بتاعي قد ايه؟ ممكن ده الانفيوجن ريت ممكن يوصل خمس ساعات. تمام. بريكوشن ان انت ما تديش منه كميات كبيره عشان الدايبيتس، بس طبعا ده ايه، ده طبيعي يعني بتاع الدايبيتس انت هتظبط الريت وخلاص والدنيا هتبقى تمام. وكده كده ممكن بنسبه كبيره في المستشفيات بيبقوا بياخدوا انسولين. تمام. طيب الاوزمولاريتي بتاعته كام؟ 3 خمسات، يعني كده ما عداش 900، يبقى كده ده ايه، تمام، يعدي معانا بريفرال، يتاخد في وريد طرفي في اي كانيولا بتركب عادي، لكن ممكن يتاخد كمان سنترال ممكن. هو العائق بتاعنا البريفرال مش السنترال، السنترال اي حاجه، لكن المشكله في الايه، في البريفرال. تمام. طيب عندنا ده الايه، الجلوكوز 10%. جوز 25 بيستخدم برضو لاستخدامات التغذيه، اللتر فيه 250 جرام، يعني كده ازازتين يعطوا 250 جرام اللي هم 1000 كالوري، يعني تقريبا ممكن ده احتياج انسان، يعني يحتاج انسان طبيعي. طيب هنا الاوزمولاريتي بقى لو تاخدوا بالكم 1380، ف 1330، فبالتالي ده ايه، لا يستخدم ان لا يستخدم بريفرال، لازم يتاخد ايه، سنترال، يعني دي في وريد طرفي مش في الايد، هستخدمه ايه، سنترال، في الوريد ايه الرئيسي. حلو كده. فده ايه، الجلوكوز 25%. طيب احنا كده خلصنا الجلوكوز، ممكن ناخد دقيقتين كده لو حد حابب يسأل سؤال، يعني لو حد حابب يسأل سؤال ممكن يفتح المايك ويسأل في الجزء بتاع الجلوكوز. دقيقتين كده ممكن لو حد معاك سؤال. الدنيا واضحة طيب؟ حد حابب يكتب على الشات او يفتح المايك او الدنيا تمام يعني يا الحمد لله. دكتور تمام ان شاء الله. طيب حلو.